السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم بخير هانيين؟ نتمنى والله ان شاء الله تكونوا مزيان وعيد مبارك سعيد باش ما تمنيش ان شاء الله يا رب. يدخل عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم هاد الكيك هذا تصايبوه للعيد. عرفتي راه ما شاء الله كيجي بارد وزوين بزاف بزاف. في المذاق ديالو ما شاء الله كيجي مذاق رائع. المهم اول حاجه نبداو لا فيديو ديالنا بالصلاه على رسول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اول حاجه غادي ندوز نصايب هي الكيكه. هنا عندي واحد 3 ديال البيضات اللي كنكون من قبل جابداهم من الثلاجه. عندي واحد الفاني، وكندير واحد القبيصه ديال الملح، وضفت 8 د المعالق ديال سنيده. صافي وكنطرب كلشي مزيان، كنطرب هاد العناصر مع بعضياتها مزيان بالطرب. اللي بغى يضرب في الخلاط الكهربائي يديرها، بغى يديرها في المولينكس يديرها. صافي نتوما كيف ما كتشوفوا حتى البيض ضاعف الحجم ديالو. عاد باش غادي نضيف 8 د المعالق ديال الزيت. راه ما شاء الله الكيكه كتجي هشيشه وكتجي زوينه بزاف. المهم دابا تشوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي. صافي عاوتاني كذلك ضفت 8 د المعالق ديال الحليب. 8 د المعالق ديال الحليب، وغادي نخلط عاوتاني، غادي نطرب كلشي مزيان. من بعد غادي نضيف 7 د المعالق ديال الدقيق، وغادي نضيف 2 خميرات حمر، وغادي نضيف واحد الساشيه ديال الكاكاو. اللي ما عندوش ساشيات بحال هكا يدير معلقه ديال الكاكاو. صافي من بعد نخلط كلشي، وشوفوا الخليط كيفاش كيجي خفيف. من بعد انتم كيف ما كتشوفوا من بعد غادي نضيف شي معلقه صغيره بحال هكاك ديال الخل. كتخلي الكيكه ديالنا كتجي هشيشه. حتى خلط العناصر كامله عاد باش ضفت واحد المعلقه صغيره ديال الخل. هانتوما الخليط ديالنا كيف ما كيجي خفيف. صافي المول اللي كنكون من قبل دهنه بالزيت والطحين، عندي هذا المول هذا دائري. صافي غادي نضيف الكيكه ديالي في المول، وغادي نديرها طيب. انا عندي الفران ديال البوطه، غنديرها طيب على نار مهيله طيب من الفوق، ونهبطها شويه تحمر من التحت. صافي هنا كيف ما كتشوفوا هي خرجت لي الكيكه ديالي. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي هشيشه بزاف بزاف. بحال دابا مثلا هذا الكيك نقدروا نستعملوه كجينواز لما نديرو شي حلوه د لاكريم بالكريمه. صافي هنا غادي نقسمها على جوج كيف ما كتشوفوا. غادي نقسمها غير بالموس. انا ما كيبقاش يد كنصور بها، ما لقيتش كيفاش ندير باش نوريكم كيفاش. حتى بسهوله غير قسمت غير بالموس، درت على الجوانب كاملين، وصافي خشيت يدي وهزيتها بكل سهوله. صافي هنايا خديت الطبسيل درت فيه، قسمت الكيكه على جوج، درت هذا السيركل هذا. وهنا عندي درت الحامض والماء وسنيده حتى غلاو مزيان. هو السيروم باش غادي نسقي هاد الكيكه ديالنا. واهم حاجه البنات تسقيوها مزيان باش ملي كتكونوا كتاكلوا داك الكيك مع داك الكريمه. حتى الكيكه كتجي رطبه بحال الكريمه، وكيجي واحد المذاق ديالها رائع. صافي هنا الطبقه الاولى غادي نضيف واحد نص لتر ديال الحليب. غادي نضيف لهم واحد 3 د المعالق كبار ديال النشا. وغادي نضيف سنيده. صافي غادي نضيف 2 معالق ديال سنيده، وغادي نحرك مزيان هاد الحليب مع النشا وسنيده قبل ما نديرهم فوق البوطه. حتى داك النشا كذوب مع داك الحليب عاد باش كندير فوق البوطه. ومنين كندير فوق البوطه كندير نار مهيله، المهم نار شويه مهيله، كنبقى كنحركها. صافي هنا غادي نضيف واحد 15 القطعه ديال الشكلاط اسود. حتى كيكون داك الحليب بدا كيسخن عاد باش كنضيف ليه الشكلاط باش يذوب ليا. وصافي كنبقى نحرك حتى كيذوب داك الشكلاط وكتعقد ليا الكريمه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا هي بدات تتعقد ليا الكريمه. غادي نطفي عليها البوطه، وغادي نضيفها فوق الكيك كطبقه اولى.
صافي من بعد غادي نضيف طبقة، غنضيف طبقة أخرى ديال الكيك. منين كنضيف الطبقة ديال الكيك كنسقيها كذلك، كنسقيها بداك السيروم ديال الحامض والما. صافي من بعد غادي ندير طبقة، ندير طبقة أخرى. غادي ندير هنا سيطرو ديال الحليب، غادي نضيف النشا، ضفت هنا 2 معالق كبار عامرين ديال النشا. وغادي نضيف واحد غادي نضيف فلون ديال الشكلاط، وضفت 2 معالق ديال سنيدة كبار وفلو ديال الشكلاط. المهم ضفت 2 معالق كبار عامرين ديال النشا و2 معالق كبار ديال سنيدة، وضفت فلون ديال الشكلاط. صافي كيف ما كتعرفوا غنخلط كلشي مزيان قبل ما نضيفهم فوق البوطة. صافي كي حتى ما كيبقاش ليا التكاتل. داك النشا والفلون كيدوب عاد باش كنضيفهم فوق البوطة. صافي ملي كنضيفهم فوق البوطة كنبقى مع التحريك كذلك حتى كتعقد ليا الكريمة ديالي. صافي من بعد ما يعقد ليا غادي نضيفو فوق الطبقة ديال الكيك اللي ضفت، وغادي نديرو في الثلاجة حتى كيتماسك مزيان واحد الساعة بحال هكاك. عاد واش غادي نضيف الطبقة الأخيرة غادي نضيف كاس ونص ديال الحليب، غادي نضيف 4 القطع غادي نضيف 6 القطع ديال الشكلاط، وغادي نضيف فلون ديال وغادي نضيف فلون ديال الشكلاط. وصافي غادي نحرك كلشي، وضفت واحد نص معلقة صغيرة ديال سنيدة. صافي غادي نحرك كلشي قبل ما نديرهم فوق البوطة. وغادي نديرهم فوق البوطة منين غيبدا يغلى ليا بحال هكا صافي غادي نطفي عليه. غادي نخليه حتى ماشي يبرد بزاف باش داك الفلو باش ما يجمدش، غير يدفى شي شويه. غادي نجبدو الكيكه ديالنا من الفريغو، وغادي نضيفوها كطبقه اخيره. راه كتجي ما شاء الله رائعه بزاف. وراه انا خليت الفلو شي شويه حتى برد بزاف، داكشي علاش من الفوق جا داير بحال هكا. اما راه هكا كلاصاج راه كيجي ما شاء الله زوين بزاف. صافي هنا من بعد كتبت عيد مبارك سعيد غير بدانون، زوقتها بهاد الوريدات هذا بهاد البرا هادي. هاد البرا عندها اختصاصيه ديال كنكتب بها في الطارطات. صافي كتبت غير بدانون عيد مبارك سعيد، وكتجي على هاد الشكل هذا. راه كتجي ما شاء الله رائعه بزاف. وعيدكم مبارك سعيد، والى فيديو قادم ان شاء الله يا رب.